شيلر بيقول له انه ما كانش قاصد يقتل مراته، بس لما اتزنق وسط الشرطة ما كانش قدامه اي مفر تاني وكان لازم يعمل كده، وبيديله المسدس وبيقول له لو انت عايز تاخد حق مراتك مني وتقتلني تقدر تقتلني دلوقتي. تشارلي بيمسك السلاح وبيوجهه عليه، بس بيقول له ان في زمان واحد قال له ان هو مش هيقدر يقتل، وان هو فعلا كان معاه حق لان هو ما بيقدرش يقتل، وبيرجع يقعد مكانه وبيسيب المسدس. لكنهم بيتفاجئوا ان السفينة بتغير اتجاهها وبيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل وده بيحصل ازاي. لكن تشارلي بيقول له ان هو قدر يخترق السفينة ويسيطر على النظام بتاعها، وانها دلوقتي متوجهة ناحية المياه الفنلندية، وان الانتربول مستنيهم هناك. وخلال لحظات الشرطة بتقتحم السفينة وبيقبضوا على شيلر واللي معاه كلهم. والناحية التانية بتكون مديرة المخابرات طالعة في مؤتمر صحفي بتقول انها كشفت عن ناس تقيلة في الوكالة متورطين في عمليات غير قانونية وانهم كلهم هيتحاسبوا. وفعلا بنشوف في نفس اللحظة القبض على مور وكل المتورطين معاه. وبعد كام يوم بيرجع تشارلي لبلده وبيزور هندرسون وبيشكره ان هو ما قتلهوش رغم ان هو كان قادر يعمل كده. وبنشوف تشارلي وهو بيصلح الطيارة اللي كانت مراته جايبها له وبيطير بيها وهو حاسس انه اخيرا رجع حق مراته وقدر ينتقم لها. لو عجبك الفيلم او ما عجبكش مستنيك في الفيلم اللي جاي لانه اكيد هيعجبك، بس لازم تنزل تعمل اشتراك دلوقتي وتدعمني بلايك.